إنه السيسي الذي من أول هذه المجزرة الدموية هو الذي قال: إن كنتم تريدون تهجير أهل غزة فلماذا تهجروهم إلى سيناء؟ هجروهم إلى النقب. إذا لا مشكلة عنده في أن يتم التهجير لأهلنا في غزة. يا سيسي، ألم يكفيك 60,000 شهيد؟ ألم يكفيك نصفهم من الأطفال والنساء؟ لكن لا عجب، لأنك في النهاية أنت سيسي. أنت سيسي. إنما يجري في هذه الأيام مما يزعم أنه فتح للمعابر، هذا كذب. هذا كذب. هذه المعابر لم تفتح إلى الآن، وإذا حصل وأدخل بعض الغذاء كما حصل في الإنزالات الجوية المهلوانية فهذا من أجل التنفيس عن إسرائيل وجيشها، وليس من أجل التنفيس عن غزة وأطفالها. يا سيسي، يا حكام مصر، أيها الدمويون أنتم الآن، ألم يكفكم مجزرة رابعة التي ستمر ذكراها بعد أسبوعين يوم 14 آب، وقد قتلتم الآلاف من أطفال ونساء مصر؟ ألم تسمعوا؟ من أجل أن تنتظروا الآن ماذا سيحدث في غزة يتبع الأطفال والنساء. لذلك المسؤولية عليكم أمام الله وأمام التاريخ أن توقفوا هذه المؤامرة على الأطفال، أن تتوقفوا عن هذا الظلم الذي ينزل بأهلنا هناك. إننا إذ نستشعر أن الأمة كلها مقصرة فيما يجري في حق الأطفال هناك، لكن ذوي القربى والجيران عليهم مسؤولية أكبر في ظل أنهم القادرون على أن يوصلوا الغذاء والماء والدواء إلى الأطفال هناك. يا إخوتنا أيها المظلومون المقهورون، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحن جئنا لنرفع الصوت من أجل أن نقول سامحونا، سامحونا، والأمة قد قصرت تحتكم. سامحونا أيها الجياع، أيها المظلومون، أيها المجوعون، وأنتم تعلمون أن في الأمة خير كثير قادم آت إن شاء الله. من المهازل أنه في هذا الوقت الذي فيه دعونا لهذه الوقفة هنا الساعة 2 أمام السفارة المصرية في تل أبيب، فإن هناك من رتبوا بهذه اللحظة زيارة إلى السفير المصري في رام الله، دعوة باسم محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، يشكل وفدا من مشايخ، من المفتي، من وزير الأوقاف، يقول بشكل واضح ردا على وقفة أئمة المساجد إلى الداخل الفلسطيني، ويزعم بأنه يريد أن يرد الثناء والجميل لأهل مصر ولمصر على وقفتها مع الشعب الفلسطيني. يا محمود الهباش، عرفناك انك هباش، عرفناك انك هباش، اما انك كذاب ونصاب هذا لا يمكن بحال من الاحوال ان يشفع لك شعبنا الفلسطيني. انت لا تمثله، انت تعلم علم اليقين لو كنت انت من نتوجب عليه ان ياتي الى هنا، لكن انت لا تستطيع القدوم.